السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة معانا الطيارة الكورية النسر الكوري أو اف اي تي 50. طيارة تعاون مشترك بين القوات الكورية والقوات الأمريكية، شركة لوكهيد مارتن. آه، قدرات الطيارة قدرات تدريبية، لكن نلقى الجيش الماليزي حولها لطيارة هجومية بتعديل بسيط، بتبقى طيارة هجومية لأنه الطيارة المحرك بتاعها قليل الصيانة، قليل التكلفة في الإنشاء. فالقوات الماليزية استغلت النقطة دي وحولت الطيارة لطيارة هجومية بالفعل، ضرب للمدفعية، ضرب الأهداف الأرضية. والقوات الكورية بتستخدمها، والقوات العراقية بتستخدمها، القوات الإسبانية بتستخدمها، حتى القوات البولندية في المستقبل حتستخدمها. بس أكتر دولة بتستخدم الطائرة الكورية هي القوات الماليزية. سعر الطيارة بيبدأ من 22 مليون. دي على ما أظن أرخص طيارة في القائمة بتاعتي اللي أنا جايبها، أرخص طيارة حتى الآن، لأنه طيارة تدريبية بس مع تعديل بسيط ممكن تبقى طيارة هجومية. ممكن يستفيد منها الجيش السوداني، قوات الدفاع الجوي، في التدريب وفي في الهجوم. فممكن مع تعديل بسيط تتحول لطائرة هجومية. بعد ذاك الدبابة الكورية كي اتش 2 بلاك بانسر أو الفهد الأسود، هم مسمينها كده بالعربي، عندنا بتسمى بالفهد الأسود. الدبابة سعرها بيبدأ من 8 مليون ونص. بعد ذاك المدفع الكوري، المدفع الهاوتزر كي 9. آه الدبابة قدراتها عالية، تعد من أشرس 5 دبابات في العالم، وأحدث من الدبابات الأمريكية الإيبرامس والدبابات الروسية، مع عدد الدبابات الفرنسية والدبابات الحديثة، دبابات الطاية التركية. مدفع الهافتر بدأ من سنة 89 تطويره. آه المدفع عيار 120. فبنلقى القوات البولندية بتستخدمه بكثرة بعد القوات الكورية، الدبابة والمدفع الاتنين سوا معا. الدبابة تقريبا بدأت صناعتها من 95، أول نموذج طلع سنة 2007. المدفع الكوري بدأت صناعته وتطويره في 89. طوروا من المدفع السويدي، بس قدراته القتالية 120 قدرة الإطلاق بتاعته. آه بعد ذاك بنلقى الوزن الأقصى للحمولة 27 طن، كله كده بالحمولة 27 طن. السرعة القصوى 67. بيتحرك، بيضرب وهو متحرك، وبيضرب وهو ثابت. عشان يضرب وهو متحرك داير 60 ثانية، دقيقة. عشان يضرب وهو ثابت داير 30 ثانية. فممكن القوات السودانية برضو ممكن تستفيد منه وتشتريه، لأنه مدفع ذا حركة ومراوغ، ممكن تتحرك وممكن تقيف عشان الأعداء ما يتبعوك ويضربوا المدفعية بتاعتك ويسكتوا المدفعية الأرضية. بعد ذاك الدبابة الكورية المتوسطة. المدفع طبعا أقل من الدبابة الكي اتش 2 بلاك بانسر سعرها بيبدأ من 8 مليون ونص. المدفع أقل من كده بكتير، حاجة بتاعت 3 مليون 4 مليون، أو أقل من كده، احتمال يكون ب2 مليون ونص. الدبابة المتوسطة دبابة متوسطة الحجم، وقليلة التكلفة، وقليلة التشغيل، وقليلة الصيانة، قليلة الأعطال، كل الكلام ده فيها. بتستخدمها القوات الكورية، ونوصي إنه الجيش السوداني ممكن يستخدمها برضو. فدي أقل من المدفع وأقل من الدبابة البلاك بانسر الفهد الأسود.